متتبعات قناة انت احلى عسلامة، ومرحبا بكم من حبوبات الكل. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسلام. حبوبات اليوم وصفتنا هي وصفة لتقوية الشعر، منع القشرة، تطويل وتكثيف، لمع طول ولمعان. مكونات الوصفة سهلة وبسيطة، وماذا بكم تكون عندكم موجودة في البيت، نستهلكوهم للأكل وكذلك نستعملوهم في الوصفات. قبل ما نمشيو للوصفه، حبوبات فضلا وليس امرا مشترك في القناه، تعمل لايك، واللي دخلت جديد تعمل اشتراك وتفعل الجرس باش توصلها كل جديد. شيروا الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بين صحباتكم، خلي يوصل عدد كبير من المشاهدين، وهكا تعمل فايده على الناس الكل. اهلا وسهلا بكم. خلينا تو حبوبات نمشيو لمكونات الوصفه. كما تراو حبوبات مكونات الوصفه، اولا باش نستحقوا بذور الشيا. انا سبق وحضرت باش ناخذوا كسرونه كما هكا، وحطينا فيها مغرفه وسط من بذور الشيا. هذه بذور الشيا اللي غنيه على التعريف، كما قلت لكم راهم المكونات ناكلوهم ونستعملوهم في الاكل، ونستعملوهم للوصفات الطبيعيه كما للبشره وللشعر. كما تراو حبوبات راهي في ساعه ما تستهلك وفي ساعه ما تعمل الدود. ماذا بكم ما تشريوش كميه كبيره، وكتشريو الكميه حطوها في الفريزر. اسهل طريقه وانجع طريقه كونها تحطوها في الفريزر، تحطوها في قرنينه وتحطوها في شيء هكا، تحطوها في وعاء وتحطوها في الفريزر. نقولوا احنا حكه بغتها وتحطوها في الفريزر. خذينا ما يقارب مغرفه وسط من بذور الشيا، وغلينا كوب من الماء. هذا حجم الكوب. حبوبات نجموا تاخذوا كوب ونصف من الماء، كوب ونصف من الماء سخون، وحطيناه على بذور الشيا اللي هي موجوده لهنا. وتوا باش نضيفوا مكون اخر اللي هو باش نضيفوا معها بذور الكتان. هذه بذور الكتان كيفها زاده تحطوها في حكه ولا حاجه، تغطيوها وتحطوها في الفريزر باش تتجنبوا كونها خاطر هذوما ما يصبروش وفي ساعه ما يدودوا. باش ناخذوا مغرفه زاده، هي مغرفه تاكلها، نحطوا معاها مغرفه اكل من بذور الكتان، نحطوهم على النار يغليوا، نخليهم يتماسكوا. ضروري تحركوهم باش ما يتلعبكوش، يشدوا في بعضهم حتى يغلي. الحين ريتوها حبوبيتها هيك بدات تغلي، باش نقصولها في النار، خليهم فيوزه. الحين هيك بدات تغلي، نقصولها في النار ونخليوها ما بين 5 7 دقائق، ومن بعد نزلوها خليوها تغلي. حبوبات توا بذور الشيا فوائدها للشعر. بذور الشيا تحتوي على فيتامين سي وفيتامين بي، تمنح الشعر لمعة حيوية وجاذبية، علاج الفطريات، فروة الرأس، تأخر ظهور الشيب، لها نسبة عالية، تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور اللي يقوي الشعر ويدعم نموه. بذور الشيا غنية بالزنك. بذور الشيا غنية بالزنك المسؤول على صحة وتقوية الشعر، تطويل ونعومة وكثافة. توا نمشيو حبوبات البذور الكتان. تحتوي بذور الكتان على فيتامين ه، غنية بأوميغا 3 و6 و9، اللي يغذي جذور الشعر وفروة الرأس، يمنع ظهور الشعر الأبيض، تعالج حكة فروة الرأس، تقوي بصيلة الشعر وتقضي على القشرة في فروة الرأس. تعزز بذور الكتان نمو الشعر، تثبت الشعر. هي عبارة بما أنها جيل كي نحطوها على الشعر تثبت الشعر معناها. حبوبات هذم هما بذور الشيا وبذور الكتان. بعد ما حطيناهم يغليو هاك تحصلنا على جيل، ريتوها هاكا الجيل. توا باش نصفيهم. كيما حبوبات نجمو تصفيه بقطعة قماش، كيما نجمو زاد نصفيه بالصفاية. خليني نستعمل الصفاية انا. خليني نستعمل قطعة القماش.
خليت قطعة القماش خير. حبوا توا بعد ما صفيناها وكريتوها وكالجيل هذا نحطوه بعد في دبوزة كيما هكا. هاي هذه تحطوها فيها و الجيل ناخذ الجيل هذايا ونضيفوله مغرفة من زيت اللوز الحلو ولا مغرفة من زيت جوز الهند ولا زيت الأرغان. مغرفة أكل من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو ولا زيت الأرغان، وبعدين نحطوه في قنينة كيما هكايا ونستعملوه لفروة الشعر. خليني نوريكم الطريقة. حبوا تريدوها الكميه كما قلت لكم نضيفوا لها زيت اللوز الحلو ولا زيت الارغان ولا زيت جوز الهند، نخلطوهم بالباهي ومن بعد نحطوهم في عبوه صغيره هكا. طريقه الاستعمال كما قلت لكم هي مثبت. نجيو هاكا كيفاش نثبت بها الشعر. نجيو ناخذوا شويه، ناخذوا كميه صغيره، ناخذوا كميه هكا ونحطوها على الشعر، نثبتوا بها الشعر هاك تثبيت الشعر الهايج والنافش. هذه طريقة هذا المكونات ثبت الشعر. حبوا بيه توا نوريكم طريقة الاستعمال. هما باش نستعملوها قبل ما نغسلوا الشعر. الوصفة هذه نستعملوها قبل ما نغسلوا الشعر. نجيو ناخذوا الفوشه هذه ولا بقطنه ونجيو على فروه الراس نغطسوا في كميه. ناخذوا شويه، ناخذوا قليل من الكميه، ما ناخذوش الكميه كامله، ونغطسوا فيها الفوشه هذه نتاع الصبيغه والا بقطنه. نغمسوا الفوشه والا القطنه. ناخذوا مغرفتين ولا ثلاثه. ما نغطسوش الفوشه في المكون الكل. فهمت؟ كي نحطوه بعد في قنينه ناخذوا شويه في صحفه ولا في صحن ونغطسوا الفوشه تاع الشعر ونغمسوها ومن بعد نحطوا على فروه الراس. ندوروا على فروه الراس هذه يمكن اسهل. على فروه الراس الكلها نستعملوا فروه الراس الكل بالباهي ومن بعد نعملوا تدليك. بعد تنجموا تحطوا زيت شويه على الشعر وتلم الشعر على شكل كعكه. تقعد به ما يقارب ساعتين على الشعر. تقعد به ما يقارب ساعتين على الشعر وبعد تغسل شعرك بالشامبو عادي وبعد تحط البلسم كما العاده. معناه الوصفه تحطوها على الوصفه تطبقوها على الشعر مرتين في الاسبوع قبل ما تغسل شعرك تستعملها. والباقي تستحوذوا به في الثلاجه وتجبد الكميه. تنجم حتى تدفيها شويه على تبدا بارده تدفيها شويه على النار. تكرروها مرتين قلت لكم في الاسبوع ولا مره. وهذه هي وصفتنا لليوم. جربوها. ثم بقى لي كنقول لكم الى اللقاء وتصبحون على محبه.